موضوع التنصت الذي يحاصر وزير الاتصالات جبران باسيل سيكون غدا حاضرا بقوة في المجلس النيابي، ولا سيما بعدما حجب الوزير باسيل معلومات عن الأجهزة الأمنية كان يمكن أن توفر على لبنان انفجار المحصاص وسقوط شهداء. أخبار المستقبل ستفتح ملف التنصت بكل تشعباته اعتبارا من هذه الليلة، وهذا أول تقرير. بعد اجتماع السراي للبحث في موضوع التنصت، أوحى وزير الاتصالات جبران باسيل بأنه انتصر لتطبيق القانون ومنع التنصت على المواطنين. المسألة لا تتعلق بأذونات تنصت من قبل الأجهزة الأمنية، بل بطلب بيانات رقمية تعرف بالداتا تراقب حركة المتورطين. حاول الوزير باسيل التنصل من التهم التي وجهت إليه بحجب معلومات عن الأجهزة الأمنية، لكن كلام وزير الدفاع عن تأخر وزير الاتصالات بإعطاء الإذن نحو 10 أيام يشير إلى مسؤولية الوزير باسيل. بهيدي الفترة وصل ملف قدامه أو وصل طلب قدامه، تريس أسبوع تيشوف شو هو الموضوع. ثاقب طلع فيه بهالفترة لسوء الحظ حادثة صارت كلنا بنتأسف عليها، وهو كان عم بيحكي عن مرحلة تانية بعتقد، لأنه أكيد وزير الدفاع منه متابع الموضوع بتفاصيله. خلال اجتماع السراي وجه وزير الاتصالات بالوقائع التي امتنع فيها عن إعطاء البيانات الرقمية إلى الأجهزة الأمنية. امتناع الوزير ساهم في استمرار حركة الشبكات الإرهابية وتنفيذ جرائم أخرى بحسب مصادر أمنية. وبحسب المعلومات فإن الوزير باسيل أوقف بتاريخ الأول من أيلول تزويد القوى الأمنية بقاعدة البيانات رغم الطلب المحال إليه من مدعي عام التمييز. باسيل لم يستجب، فكان انفجار شارع المصارف في طرابلس الذي سقط بنتيجته 13 شهيدا و50 جريحا. تشير المصادر إلى أن تدخل المرجعيات السياسية والعسكرية لم يثني الوزير عن قراره بحجب المعلومات إلى أن وقعت جريمة اغتيال الشيخ صالح العريضي في بيصور. حينها استجاب الوزير وأفرج بشكل جزئي عن بعض البيانات ليعود في اليوم التالي إلى الامتناع عن إعطاء المزيد، إلى أن جاءت جريمة البحصاص سقط نتيجتها 6 شهداء و26 جريحا. حجم الجريمة اضطر الوزير بعد ممارسة ضغوط كبيرة عليه إلى تزويد الأجهزة بقاعدة بيانات أدت بعد 8 أيام إلى تمكن الأجهزة الأمنية من كشف شبكة عبد الغني جوهر الإرهابية. باختصار وبساطة أنا ما بعتبر أنها تهمة إذا حجبت معلومات عن الأجهزة الأمنية. هيدا مش معيار، يعني إذا يا بنعطي معلومات كل اللبنانيين تنكشف 3 جرائم، أو إذا ما أعطينا المعلومات معناتها ما بنكشف جرائم، مش هيدا المعيار. وبحسب صحيفة الديار فإن وزير الاتصالات نفى خلال اجتماع السراي توقيف معلومات وعدم إرسالها إلى لجنة التحقيق الدولية. فكان جواب وزير العدل معاكسا، إذ قال: لقد أرسلت كتابا خطيا بالموضوع وأجبتني خطيا بتوقيف المعلومات. فرد باسيل بأنه أرسل المعلومات لاحقا، فجاء جواب نجار: نعم أرسلتها ولكن بعد كتاب الخطي لك، أي أن الوزير باسيل تأخر مجددا في إرسال قاعدة البيانات.